بالنسبة لي اللي أنا مريت فيه، صحيح أني أنا في مرحلة من المراحل وصلت لأضعف حالاتي، وهنا اتخذ قرار أنه أنا خلاص أنا حانتحر، وأخذت حبوب وبلعت ومش عارف إيه ولحقوني ودوني المستشفى. كنت صغيرة بس يعني وقتها كان عمري 18 سنة. بعدين حسيت إني انولدت من أول وجديد، انولدت أقوى. يعني رحت للموت برجلي، بس لما رجعت كأنه رب العالمين أعطاني فرصة جديدة، قال لي أنا أعطيتك حياة عيشيها صح، بس إنك كده على طول أقرب إكزيت وتبغى تطلعي وترجعي لي، لا، ضلك وحاربي ولا تستسلمي. وهذا اللي صار. تجربة إن أنا أجرب الانتحار وأرجع وأعيش الحياة وأشوف كل الناس اللي حوالي وأشوف أهلي كيف زعلوا كيف تبهدلوا ليه؟ ما في شيء يستاهل لأني أتخذ قرار انتحاري، ما في شيء يستاهل إني أحزن أو إني أبكي أو إني أتضايق. أعتقد هذه التجربة كمان شكلت نقطة تحول في حياتي. كل هذه المعوقات اللي بشوفها كانت وقتها صعاب وكانت بتخليني طبعاً. أبكي وبحس إني أنا مكسورة وضعيفة. بالعكس اليوم اكتشفت إن هي اللي قوتني، هي اللي وصلتني الشخصية اللي أنا عليها اليوم، هي اللي كونت بداخلي هذه المرأة اللي تحب التحدي. قول لي لا عشان أثبت لك إني أنا أقدر أعمل هالشيء.